Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could اخيرا احنا كنا المفروض نعمل انترفيو ده من شهر تقريبا. يعني معلش ده بجد. انا اسفه. انا بشوفك انت وشك حلو عليا عامة بجد؟ والله العظيم. سنة الحمد تعالي لله. ناخدها واحدة واحدة. أيوة. أول انترفيو عملته صح. على CBC It's Show Time. فاكراه. كان أنت أول حد عملت معايا انترفيو. صح. لما عملنا اللي هو أيوة. أنا نغني في العربية الرايد وكده. بالعربيه وكده. ايوه طبعا فاكره. وأول وآخر مرة مثلت فيها كان بلا مسلسل دليل. بلا كان دليل. أنت أيوة. برضو البطلة بتاعت المسلسل. يعني هي اي نعم اخر مره همثل فيها بس كان لا ما تقوليش يعني كده. لا نيفر ساي نيفر. عمرك ما تقولي اخر مره. ماشي يعني انت واحده خلاص مش هتمثلي بس كانت تجربه خطيره. محدش عارف. انت وشك حلو عليا. الحمد لله هي تجربه كانت خطيره والله علينا كلنا. المسلسل ده يعني الحمد لله اولا ان انا وشي كان حلو عليكي. أيوة. دي حاجه تفرحني جدا أيوة. جدا لاني والله بحبك العظيم وبحب مش بقول لك كده لما انت عارفه ان انا كذا حد والله يعني بيبقى وشي حلو عليه حتى ساعات من غير ما اعرف او ما اخد بالي. بجد. والله يعني وشي حلو على الناس اللي حواليا الحمد لله. زي مين؟ يمكن اكتر من نفسي. مين تاني مين تاني غيري؟ والله في كذا حد بيقول لي يعني مش هقول اسماء معينه بس مثلا ممثلين اشتغلنا مع بعض زمان فيقولوا لي وشك كان حلو عليا في كذا بتاع. ناس صحابي يعني حاجات زي كده. لما سالوكي تشرحي نفسك ازاي قلتي جمله من خليل جبران. طبعا ما عيت الا امام من سالني من انت. طبعا دي تقيله قوي يا دره ان ما عيته يعني انت بتحسي بتعب يعني. انا كمتفرج قلت يا دره بتخاف ان هي توري الجانب الشخصي بتاعها وتقول حاجات هي في العادي ممكن تقولها مع ناس قريبين قوي بتبان ان توريها للناس عامه، او انت ما بتعرفيش تعبري عن نفسك؟ شويه من الاثنين. يعني ما بحبش قوي اتكلم عن نفسي وبحس انه اصعب حاجه ان انا اتكلم عن نفسي. عارفه كمان انا حتى كممثله في الادوار بحس ان انا بعمل الادوار اللي هي مش شبهي احلى ما بعمل اللي شبهي قوي او كده. يعني بحب اعمل الحاجات الكاركترز البعيده. فالناس مثلا ما اعمل حتى زي مسلسل سجن النساء مثلا فواو بيرفورمانس وبتاع وانا بحب كده. يعني بحب اروح لشخصيه تانية خالص العب انسان عنده حياه تانية وتركيبه تانية خالص مش شبهي. ليه مش شبهي دي بتبقى صعبه يعني. مش برتاح لاني بحس اني مش عارفه يعني. اولا ما بعرفش الخص نفسي. يعني بحس النفس البشريه عموما عالم. يعني احنا كل واحد فينا في عالم كبير مش صغير. يعني ما تقدريش تلخصي نفسك. على فكره انت مش انت البيانات اللي مكتوبه في الباسبور ولا في البطاقه. وانا دايما بحس ان في حاجات مش هعرف اوصلها. عشان كده دايما الناس اللي هم بحس ان هم فهموني بسهوله وما بحتاجش معاهم ان انا اعمل مجهود قوي. فدول برتاح معاهم اكتر وبحبهم اكتر. الناس اللي هو طول الوقت محتاجه ابرر وافسر وكده بتعب. يعني بحس ان خلاص يعني انتوا مصرين بقى تفهموني غلط فما فيش حاجه اقدر اعملها يعني. بس انت ما بتتكلميش عن حياتك الشخصيه تقريبا خالص. يعني قليل جدا ممكن تدي كده معلومات قليله قوي. انا في ناس بالنسبه لي سيلبرتيز ناس مشهوره بره باخدهم كقدوه. فانا مش باخدهم قدوه عشان افلامهم. طبعا بحبهم كممثلين او مغنيين او ايا كان. يعني بحب اعمالهم بس اللي حببني فيهم اكتر لما بشوفهم في انترفيوز او فيديوز بقوا يعملوها على السوشيال ميديا لما بيتكلموا عن حياتهم الشخصيه عن اوجاعهم عن مخاوفهم عن تجارب شخصيه مروا بيها. فمش بس بحس ان انا في ارتباط عاطفي حصل او احاسيس معينه حصل. انا كمان بتعلم منهم يعني حياتي بتتحسن بسبب الناس دي. صح. مش بتحسي انه ساعات اللي هو ممكن انت ما بتكونيش بتعملي كده عشان ما بتتكلميش عن حياتك الشخصيه؟ مش دايما حياتي الشخصيه لو هتفيد الناس في حاجه او هتكلم عن قيم او عن حاجات انا اتعلمتها في حياتي او حاجات وجعتني حتى او حاجات مريت بيها ممكن اتكلم فيها. ولكن مش يعني لو مش هتفيد انا ليه اتكلم ليه اعرض حياتي الشخصيه؟ يعني انا كانسانه ليا حياه شخصيه هي ما تخصش كل الناس. خلي بالك حتى في هوليوود مش كلهم بيعملوا كده. في اللي بيعمل كده وفي اللي ما بيحبش يعمل كده.
بما انه انت مثلا بيبقى ممكن ناس فاكرين ضر حاجه معينه او عندهم مفاهيم معينه عليكي، هاني كان عنده وجهه نظر من بره قال لك ايه ده انا ما كنتش فاكرك كده مثلا او كان ايه بقى؟ هو هاني ومعظم طبعا يعني لا ناس نتكلم على كتير هاني كده، بس عشان يعني هو هاني خلاص، طبعا اهم حد اهم دلوقتي حد في دلوقتي حياتي. يعني. لا طبعا هو شويه كان عنده فكره إيه بقى؟ مختلفه. تنكة او مثلا اللي هو في ناس بقى يقول لك لا دي مش سهله، فمثلا ناس ساعات يبقوا صحابي قوي ماي بيست فريندز مثلا، فيبقوا قاعدين مع حد فالتاني يقول لهم لا دي مش سهله، انا عارفه دي، فالتاني اللي هو صاحبي جدا او صاحبتي جدا فيقولوا لهم لا دي طيبه جدا انا اعرفها كويس يعني، ويبقى حد عارفني من 10 سنين مثلا وبحكي له كل اسراري، التاني بقى لا ده انت اللي طيب، ده انت مش عارف حاجه، انتوا ليه كده؟ ده انتوا اللي وحشين من جواكم، فاللي وحش هيشوف الحاجه وحشه. فهو كان فاكر كويس تنكة؟ هو شويه كان فاكر تنكة، بس ما كانش عنده ايمج وحشه ولا حلوه يعني. في كده حاجات، في ايمج كده من بعيد اللي هو ممكن كان فاكرني تنكة شويه بتاع، فاكتشف انه ده لا، ما يعني في عبط، ما فيش الكلام ده خالص. انت ممكن تدي فعلا حد تاني، يعني انت ممكن لو بينك وبين نفسك تقولي ممكن فعلا تصرفاتي ممكن عشان انا مش بتبيني مثلا مشاعرك او مش ماشيه اللي هو ايه ده بتتكلمي عن كل حد وكده، لا ممكن انا تدي ببين الامبريشن ده؟ ممكن زي ما ممكن ناس كتير يدوا الامبريشن ده، عشان كده انا برضو ما بحكمش على اي حد غير لما اقرب منه اعرفه. بس انا حاسه انت بالك قد ايه دلوقتي متجوزه؟ سنتين سنتين تقريبا. سنتين اوكي. طب ده لذيذ قوي. طب انا عايزه اروح للبدايات عشان بحبها قوي. بحب قوي القصص، يعني انا لسه بحب اللي هي ايه زي اتقابلتوا ايه اول حاجه قالها لك، انا بحب قوي الحاجات دي. فاكره اول يوم شفتيه عامه، مش لازم تكوني بصي أعجبتي انا بيه أول يمكن مرة. هحبط شويه رومانسيتك الفظيعه ليه يا درة؟ في موضوع اول مره شفته، لان انا اول مره شفته كان من زمان قوي وما كنتش فاكره يعني اساسا. لا كان اول مره يعني حسيتي بوجوده. طبعا ليتلي يعني مؤخرا كان يعني في عندنا common friends وفي عندنا حاجات اتقابلنا فيها مناسبات يعني كده وحاجات كده، وبعدين افتكرنا ان احنا ايه ده، ايوه انت عامل ايه وانت عامله ايه، واتقابلنا زمان وكده وافتكرنا. بس وما كانش فيه اي كونتاكت خالص يعني. وبعدين بدأنا بقى نعمل فولو لبعض مش عارف ايه، وبعدين انا فاكره كنت بعمل عيد ميلادي. حسيتي انه ده شخص يعني ايه ده، يعني اعجبتي بيه كشخص ولا حسيتي انه بلا ما حسيتيش بقى اي احاسيس؟ ولا دي ولا دي، يعني اعجبت بيه كشغله، يعني هو ناجح في شغله، بيعمل حاجات كويسه، هو عمل نفسه بنفسه، ففي حاجات كده يعني حلوه من بره ممكن تشوفيها حتى في صديق يعني. أيوة اي حد. فانا الاول كنت شايفاه صديق اكتر. وبعدين ابتدينا بقى يعني قعدنا نتكلم وبتاع، فلما قعدنا نتكلم اول مره قعدنا نتكلم فيها بجد، بتحسي ان في حاجات كده، يعني انت في مرحله يعني المتطلبات او اللي هو الحاجه اللي هو محتاجه انت كمان محتاجاها، الحاجه انت محتاجاها ومحتاجه، يعني في حاجه كده، وبتبتدي بقى ايه تتكون في مشاعر، يعني المشاعر دي بتيجي بالتدريج. امتى بالظبط؟ بس هي بتيجي بالتدريج، وعلى فكره الصح او الحقيقيه اكتر يمكن اللي بتيجي بالتدريج، مش اللي هي الكود فودغ زي ما بيسموه بالفرنش، او اللي هو الكود فودغ. كود فودغ يعني اللي هو من اول نظره، يعني الحب من اول نظره. يعني انت مش بتصدقي في توأم الروح؟ لا مش بصدق، يعني انا بصدق في معظم الحاجات، يعني هي ممكن تكون موجوده، بس توأم الروح ده مش معنى كده ان انت هتشوفي حد تقولي هو ده هيطلع هو ده، لا. يعني انت ممكن يتهيألك، انت الحقيقي هو لما تعرفي الشخص وتقربي منه ويقرب منك وتعاشروا بعض. انت ايه تعريفك او معنى توأم روحك بالظبط بالنسبه لك؟ انا مش بصدق في توأم الروح. انا بصدق انه الحب والجواز والحاجات دي كلها ده شغل مستمر. بالظبط، هو شغل يعني مستمر. انا ما بصدقش. عارفه ليه انت مثلا قلتي كده؟ عشان انت متجوزه بقالك فتره ففهمتي ده. لا هو الفكره توأم الروح، انا بشوف ان اولا مش موضوع ان يكون متشابهين في كل حاجه، ما هو متشابهين في كل حاجه ده توأم ملتصق، ده اللي هو مثلا لو انا حتى ده انا لو اتولدت مع حد توينز مش هتبقوا ايدنتيكال في كل حاجه، على الاقل حتى في الشخصيه او في الطباع او كده. وبعدين ليه
ابحث عن يعني هي يعني انسان بيكون نرجسي قوي لو بيفكر بيبحث عن اللي هو نفسه بالظبط مرايته. طب ما هو ايه اللي هيكمل؟ ما هو لازم عشان نكمل بعض نبقى في شويه اختلافات ما بيننا، فتبقى انت عندك حاجه ما عنديش وانا عندي حاجه مش عندك وبنكمل بعض. انما لو هو كل حاجه زيي، طب انا هتعلم ايه منك؟ يعني ما انت كل حاجه زيك، بس ان احنا يعني روحنا الروح مش تتلاقى. هي التقاء الارواح ده ارواح. ايوه انا بحس بيه. يعني لان الروح دي بالنسبه لي اهم حاجه في الدنيا. هاني توأم روحي. بس انا ما اقدرش، يعني انا دلوقتي يعني اللحظه اللي انا اخترت فيها ان هو يكون جوزي، طبعا ده احساسي. ودلوقتي زي برضو في احساس تاني اللي هو شغل مستمر، اللي هو الجواز مش كل يوم نعرف بقى الحياه احلى حاجه لا بالعكس، احنا بنعيش اوقات صعبه مع بعض، واحنا من اول العلاقه يعني بنعيش اوقات حلوه واوقات صعبه، مش بس وده صح، وبتكمل بعد كده. وفكره ان احنا نعرف نعدي مع بعض الاوقات الصعبه هي دي اللي بتعمل نجاح في العلاقه. طبعا. ايه الحاجه اللي هو عملها او تصرفات معينه كانت بتتكرر قلتي هو ده اللي انا عايزه اكمل معاه بقيه حياتي؟ كان بياخد باله قوي من تفاصيلي، الحاجات اللي بحبها. بياخد باله قوي انا بحب ايه ما بحبش ايه، حتى في الحاجات الصغيره يعني. فدي لفتت نظري، يعني حبيت الموضوع ده. يعني في حاجات كده، خفة الدم مثلا، الحياة فيها مشاكل وفيها أوقات صعبة. هو طبعا لما بيقفل بيبقى بني آدم تاني، انسي بقى، يعني بيبقى واحد تاني خالص لما بيبقى قافل أو متضايق. بس على الأقل لما بيكون كويس يعني بيبقى دمه خفيف. لازم. لا دي حاجة مهمة جدا. مش عارفة تقول الدم ده حتى لو حد، لو أحلى واحد في الكون أو مش ودمه تقيل، لا بيبقى صعب، الحياة صعبة. يعني بيبقى طبعا كذا تصرف. هو كان في إحساس، والله مش لحظه، هي بيجي لك احساس كده انه مش عارفه، انا حسيت انه هو هيبقى جوزي. امتى؟ ما اعرفش امتى، بس يعني انا مش فاكره اللحظه بالظبط. بس هي مش لحظه معينه فجاه، بس بيجي لك احساس انه يعني حتى لما كنا مثلا بنتخانق او بنسيب بعض او كده، ما اعرفش ليه كان في حاجه من جوايا بتقول لي انه هو هيبقى جوزي. يعني ده زي كاني حاجه شايفاها، فاهمه؟ فدي احساس ملوش علاقه بصفات الشخص حتى او حاجه، يعني زي مش عارفه. دور في حاجه انا بلاحظها في الممثلات لما بنيجي نتكلم عامه عن الحب والجواز والحاجات دي كلها، انه معظم الرجاله عندهم زي خوف ان هو يكون مرتبط بممثله، ان هو يتجوز ممثله، سواء بقى هو الايجو بتاعته، انا مش عايزه اكون مع حد مشهور ومحبوب وظروف شغلكم صعبه بالنسبه لي، او عنده انسكيورتيز مش واثق في نفسه كفايه انه يكون مع حد يعني بالحجم ده، او حد طبيعي. انا بالنسبه لي ما اقدرش استوعب الحياه دي عامه. ايه اللي مختلف في هاني؟ هو هاني مبدئيا كان زيهم كلهم، عنده هو ما كانش مثلا في دماغه انه يتجوز ممثله، او كان موضوع برضو صعب شويه بالنسبه له، كان جواه برضو الافكار دي شويه، لكن هو حبني فخلاص. يعني انت يعني هو حبني، عرفني، فاطمن اكتر، فبس يعني فعمل الخطوه. فمتهيألي هو دايما دي بتبقى فكره عامه يعني من بعيد، لما الراجل بيقرب ولو بيحب بجد خلاص. يعني انت حبيتي حد، مش الحب، وفي حاجه تانية لازم هو يكون واثق في نفسه. يعني واثق فيا، واثق في نفسه، هو لازم يكون ناجح. يعني ما ينفعش حد يرتبط بحد ناجح وهو مش ناجح، او حد يكون مش متحقق، ما عندوش ثقه في نفسه كفايه، ويكون مع يعني يتجوز سيلبرتي بشكل عام، مش ممثله بس يعني. فهي دي متهيألي المعادله يعني. وبرده في نفس الوقت لازم يعني يبقى في من الناحيه الثانيه ان يعني ان شويه اطمنه. بنعمل ازاي؟ يعني ايه كلمه بتطمنيه؟ يعني انه يعرف، انه يفهم، يعني يعرفني انا اكتر، فيبقى يعني واثق فيا تماما، ويبقى مرتاح من الناحيه دي، وفي نفس الوقت يبقى عارف الشغلانه دي عامله ازاي بالظبط. بس في سؤال كتير قوي شفته عندك
او عامه يعني الناس عايزه تعرف هو اتقدم لك ازاي. مره اتقدم لي كده واحنا بينا وبين بعض، قال لي تتجوزيني ومش عارفه ايه وكده. كده وانتوا قاعدين؟ وبعد كده واحنا قاعدين فجأة كنا يعني كنا في مكان كده، قاعدين في مكان في مطعم يعني كده زي ده، وقال لي كده. وبعدين يعني كده ضحكت وفكرت شويه وقلت له ايوه يعني كده، وحصل المومنت دي والدنيا لطيفه وجميله. وبعديها بفتره كده سيبنا بعض. فدي المرحله الاولى يعني سيبنا بعض خلاص، حصلت مشاكل وكده وسيبنا بعض فتره، او يعني قررنا ان احنا يعني خلاص نفضل بعد ما سيبنا بعض، وممكن نفضل اصحاب او ما نفضلش بقى يعني خلاص. وبعدين في بعد ما سيبنا بعض بقى وخلاص انا سافرت. عارفه انت بقى بتحتاجي خلاص بقى تو موف اون وتسافري وتغيري وتبقي متضايقه. فسافرت، وفاكره ساعتها سافرت تونس، وبعدين سافرت فرنسا. وبعد كده اما رجعت هو ابتدى بقى ايه يعني يبعت لي ساعات ومش عارف ايه كده. وبعدين ما رجعت في المطار لقيت يعني ركبت انا العربيه عادي الاول وبتاع، وبعدين لقيت السواق وقف في حته يعني جنب المطار. قلت له ايه ده في ايه؟ كده قال لي رحت لقيت هاني بقى ايه جايب ورد بوكيه ورد وعمل لي بقى البروبوزل بقى اللي هي بقى اللي هو زي الافلام المظبوطه اللي ادت للجواز. حسيتي بإيه؟ لا حلو يعني حسيت احساس حلو، لان انت المفاجاه مع يعني حسيت احاسيس كده كتير مره واحده متلخبطه. مش حسيتي اللي هو زي البنات اللي هو ايه اللي غيرك؟ بصي هو لا طبعا ده لو في فاكرني هصالحك يعني من ده في طبعا ان انت برضو بيفضل عندك طب ما هو يا ترى المره دي ايه يعني بس لحظتها ما انت هتبوظي اللحظه لو فكرتي كده. دلوقتي ان انت بقيتي متجوزه بقالك سنتين، ايه رايك في منظومه الجواز؟ هي منظومه صعبه جدا. ليه؟ يعني منظومه مش سهله ان اتنين بني ادمين يعيشوا مع بعض. ولازم طبعا انت عندك مسؤوليه اولا في حياتك. يعني انا عشت كتير لوحدي مسؤوله عن نفسي وخلاص، وبفكر في شغلي، بفكر في حياتي، بفكر في نفسي. لو قعدت طول اليوم مثلا ما اكلتش مش هفكر يعني. انما انت بتفكري طول الوقت في حد تاني هو برايورتي بالنسبه لك. حاجات كتير بتتغير. ايه اصعب حاجه بالنسبه يعني ايه مفاهيم؟ يعني عشان احنا مثلا في العادي بنخش الجواز محدش يعني انت معلوماتك عن الجواز جايه من يا اهلك يا الافلام اللي بتودينا في داهيه بالظبط، او السوشيال ميديا دلوقتي للناس يعني في السنين اللي فاتت يعني. فمحدش بيثقف نفسه عن اهم شيء دخله في حياته. يعني محدش بيقرا، محدش بيحاول يعرف بالظبط ايه هو الجواز عامه، ايه المفروض يتعمل عشان يبقى فيه جواز ناجح. عشان كده في طلاقات كتيره جدا بقت تحصل، انه كل واحد في يعني داخل مفاهيم وافكار معينه. بتخش الجواز يبقى مش كده تماما. صح، هو شغل زي ما احنا كنا بنقول، شغل مستمر. صح. انت ايه المفاهيم او الافكار اللي كانت في مخك لما اتجوزتي وقلتي يا نهار ابيض انا كنت فاكره حاجه تانية خالص؟ بصي هو انا ما كانش عندي مفاهيم كلها ورديه عن الجواز. عشان كده انا فضلت فتره كبيره من حياتي بخاف من الجواز يعني. واتجوزت يعتبر يعني متاخر بمفاهيم المجتمع يعني المجتمع المصري او الشرقي. لكن لاني انا كان عندي خوف من ده. ويمكن انت قلتي بتشوفي من اهلك، انا اهلي ما كانش جوازتهم متطلقوا وانا صغيره جدا، فما شفتهمش كتير مع بعض. يعني الفتره اللي شفتهم فيها مع بعض كانت قليله جدا. وبعد كده كل حد فيهم اتجوز وبتاع، وبرده يعني ما كانش كل الحياه ورديه بشكل. فانا عارفه ده انه اصعب ما تخيلت. هي اصعب ما تخيلتي؟ لا انا دايما كان عندي مفهوم ان الحب هو الاساس اللي هو هيخلي كل حاجه تعدي. وفعلا هو لو مفيش حب الموضوع يبقى صعب جدا طبعا. وحاجه تانية طبعا على حسب الشخصيه. ساعات ببقى حاسه ان انا مش عارفه اتعامل فعلا، وساعات ببقى حاسه اني لا يعني خلاص عرفت من اكتر فعرفت اتعامل المره اللي بعديها ما يحصل الموقف شبه ده اكتر. يعني بنعرف بعض والله. يعني صعب انت في حته كده لازم دايما تلاقي يعني ايه بالانس ما بين يعني تعملي معادله يعني فاهمه. ولا انت مش فارق لك خالص
لان انا برضو لو مش فارق لي خالص هيقول لي انت حتى ما سالتنيش مالك. طب انا مش عارفه اعمل ايه. لما بسال مالك مالي يعني انت مش عارفه كذا كذا. فاللي هو او مثلا مالك سيبيني في حالي دلوقتي مش عايزه اتكلم خالص. طب ماشي تمام، بس انا لو ما سالتش هبقى انت ما اهتمتيش. انا عملت اللي عليا اهو سالت. فبس حاجه تانية عشان تعرفاني لسه في بارت الرومانسي، لو تقدري تقولي هاني بيعني لك ايه في جمله؟ في جمله واحده؟ جملتين. انا دبلوماسيه زيك برضه، انا زي ما انت عايزه جمله جملتين براحتك. لا يعني صعب الخص في جمله مثلا، يعني مش عارفه اقول ايه. ماليش غيره. شفتي بقى قلت لك في كلمتين. انت في الاول كانوا بيقعدوا يزنوا عليكي امتى هتتجوزي؟ دورة مش هتتجوزي. دلوقتي امتى هتخلفي؟ مش هسالك. مش هسالك السؤال ده، بس على طول يعني بصي هو الستات كده، وحتى لو خلفتي اول حد امتى تاني حد، هي على طول اللي هو ايه الخطوه اللي بعد كده. بس انا هنا سؤالي انه كنت سمعتها قبل كده في انترفيو، يعني انه ازاي الستات لو قرروا ان هم مش عايزين يخلفوا الناس تحكم عليهم ان هم بيروحوا ضد طبيعه الست، انه ده مرتبط ان انت كان انت ست لازم تخلفي او لازم تكوني ام. وانا مش بشوف كده، انه بشوف بالعكس، انا بحس انه الخلفه دي ده شيء صعب جدا تكوني مسؤوله عن روح. وانا بشوف اللي بره بيعملوه عشان يتبنوا طفل بيخشوا في امتحانات صعبه جدا طبعا. عشان دي مسؤوليه كبيره، مش لو اي حد يظرف في عياله بعد كده يرميهم. طبعا. انت ايه رايك لو يعني الستات اللي بتقرر ان هي ما تكونش ام، انهم مش عايزين يخلفوا لا حريه خاصه. انا بصي انا بحترم اختيارات كل حد في الحياه. عشان كده بقول لك انا مش بستوعب اصلا ليه الناس بتتدخل في اختيارات غيرها في حياتها غيرها. اصل دي حاجه ليها علاقه يعني بالانسان نفسه، بجسمك نفسه، بحياتك نفسها. انت اللي عارفه نفسك وعارفه حياتك وكده. فلا طبعا اللي بتختار ما تكونش ام تمام. انه بس ليه قلتي قبل كده ان انت عندك مخاوف ان انت تكوني ام؟ لا ما عنديش مخاوف. انا قلتي قبل كده مره مخاوف طبعا. مخاوف دي أم. المخاوف موجوده من اي حاجه، من اي حاجه انت ما عشتيهاش. يعني اي تجربه انت ما عشتيهاش، خصوصا لو مهمه جدا زي دي وزي هي بالظبط الحاجات اللي قلتها لك. يعني انا هبقى فعلا مش يعني خايفه. حتى يعني لو جبت مثلا بنت خايفه قلبها يوجعها، خايفه ما يعرضوا لحاجات، خصوصا بقى في حياه المشاهير ان برضو هم بيشيلوا شيله مش بتاعتهم. فدي برضو مش بس دي حاجه انت نفسك فيها ان ايه؟ ان انت تكوني ام. اكيد اكيد. نفسك تخلفي قد ايه؟ واحد بس. شكرا. انا عارفه انت عندك ولد واحد بس. هو كويس قوي قوي كده يعني في الظروف الصعبه اللي احنا بقينا فيها. انت علاقتك عامله ازاي مع مامتك؟ علاقتي بمامتي كويسه. عشان انا طول بسمع نوعا ما اكتر بتتكلمي عن باباكي. لا عشان مات الله يرحمه. فده اللي خلى تتكلمي انه بتكلم عنه اكتر. لكن انا عشت مع مامتي طول عمري، يعني عشت مع مامتي اكتر من بابايا. كنت عايشه مع مامتي؟ كنت عايشه مع مامتي. مامتي دي بطله. يعني ليه؟ بطله طبعا. هي اتطلقت في سن صغير، اتجوزت في سن صغير اصلا. باباها كان توفى وهي صغيره. واعتمدت على يعني اتجوزت وبعدين خلفتنا احنا الاثنين انا واخويا. اتجوزت عندها 18 سنه وبعدين 18 سنه بس كان ده العادي ساعتها متهيألي يعني او 18 20 يعني طبعا. وبعدين لما طلقوا يعني لما عندهم كام سنه؟ كان تقريبا يمكن عندها 28 او حاجه كده. انت كان عندك كام سنه؟ انا كان عندي 6 سنين. اوكي. فطبعا وبعد كده اعتمدت على نفسها يعني، وكانت بتشتغل وكنا احنا الاثنين عايشين معاها، وكان في مسؤوليات كتير هي عملت نفسها بنفسها كده، واللي هو ايه جدعه كده يعني في الحياه يعني اكتف وبتتصرف كده في كل حاجه، واللي هو بتجري من الشغل عشان تجيبنا من المدرسه وساعات تتاخر، فبتبقى يعني ايه بتحاول تكمبرومايز كل الحاجات في الحياه عشان تعمل كل حاجه. فطبعا هي ست يعني عظيمه يعني. انت خدتي منها القوه دي والاعتماد على النفس؟ اكيد خدت منها حاجات. هي عارفه القوه بتبقى قوه وضعف في نفس الوقت يعني. قد ايه انت ما بتبقي جواكي في يعني ضعيفه في حاجات
وفي نفس الوقت بتعملي يعني القوه بتجيلك كده من حته ما تعرفيش بتيجي منين، عشان هتعيشي وهتكملي تعرفي. دايما انا بقول حتى في الشغلانه بتاعتنا، يعني دايما بحس ان النجاح هو ازاي نقدر نقاوم الفشل، يعني نقدر نخرج منه حتى لو حصل، او نقدر مش الفشل، نخرج مش الأزمة. الفشل، الازمه، الوقت الصعب. فده طبعا مهم جدا. وهي انت عرفتي هما ليه طلعوا؟ يعني عدت جم بحاجات يتكلموا كتير. معاكي وقتها؟ انا عارفه انت كنت صغيره قوي، اكيد مش لا هيشرحوا هم لك مش يعني. محتاجين يشرحوا لي، هو كان واضح يعني، هم كانوا بيتخانقوا طول الوقت. فانا بالنسبه لي كان ده السبب من غير ما كنتي اسال. بتشوفي ده؟ وانا على فكره من وانا صغيره انا شخصيه انطوائية؟ مع نفسي شويه، مش انطوائيه قوي يعني، بالعكس مع اصحابي في المدرسه لا، عندي دايما شله صحاب وكده، لكن انا بحب اقعد في اوضتي كتير، مش متدخله قوي في تفاصيل حياه ابويا وامي، وبسالهم واقول لهم ليه وما يعملوش كده، وما عنديش ده خالص. بحترم، مش عارفه ليه سبحان الله من وانا صغيره عندي الاحساس ان انا لازم احترم اختيارات الاخر ومساحته. هو ما حدش سالني وخد رايي نعمل كده ولا لا، بس انا ما لومتهمش ان هم ما سالونيش يعني. ما اتكلموش معاكي خالص؟ انت فجاه لا اتكلموا، لقيتيهم جت لا مامتي جت في يوم قالت لنا احنا هنطلق وبتاع، فحسينا انه هي يعني ما زعلناش قوي بجد. وقتها ما كنتش متضايقه؟ ساعتها بعد كده استوعبت، ما احنا ما كناش فاهمين قوي هيحصل ايه يعني، فاللي هيحصل ايه. فهي طبعا قدمت الموضوع بطريقه مش وحشه، اللي هو هيبقى عندكم 2 بيتين بدل بيت واحد، وانا اجيب لكم حاجات وباباكم هتشوفوه برضو وتروحوا معاه في الويكند وهتسافروا هنا يعني. فالموضوع شويه اتقدم بشكل لطيف شويه، انه قبلناه. وقبلت واقول لك ليه، لان البيت كان فيه خناق، انا ما بحبش الخناق وما بحبش الصوت العالي، فانا حتى ده بحاول ان ده ما يكونش موجود في بيتي يعني. فما احبش يبقى فيه صوت عالي وخناق وكده، ده انا بحس انه موتر اكتر للطفل يعني. طبعا، من انه يبقى كل حد لوحده. طبعا بعد كده لما ابتديت اكبر شويه استوعبت، وابتدى يبقى عندي تساؤلات لما بروح بقى عند اصحابي، فبلاقي حياتهم مختلفه. انت قلتي قصه يعني كانت مؤثره جدا، لما انت قلتي كنت بتروحي عند اصحابك في البيت وتشوفي ان هم عيله، فابتديتي تستوعبي تقولي انا برضو عيله، عايزه في البيت. فدي كانت بحس ساعات انا يعني انا عايزه برضو الاحساس ده، ولكن انا عمري ما لومتهم، وبحس انه ما ينفعش اي حد يلوم اي حد، لان هي الحياه كده، هم ما كانش ينفع يكملوا مع بعض. عارفه لو انا دلوقتي حتى كان اتقال لي ان هم يكملوا اختيار، لا ما ينفعش، هم شخصيتين غير يعني مش متفاهمين. فهو احنا ليه نجبر ناس مش بس عشان جابوا اطفال، فالاطفال دول يكونوا انانيين فيجبروا البارنتس ان هم يكملوا مع بعض وهم مش متفاهمين مش مرتاحين. لان كمان على فكره الانسان وهو مش مرتاح ومش متفاهم مع اللي معاه ومش حاسس يعني بسعاده وحب وكده، البيت مش هيبقى كويس كده ومش هيدي هو احسن حاجه عنده. الاطفال يعني بيحسوا بالطاقه دي حتى لو مش بيتخانقوا، بس كارهين بعض او مش متفاهمين، الطاقه بتاعت البيت بتبقى صعبه وغلط. وليه حياتهم يجبروا نفسهم يعني؟ بالعكس اللي يحب حد يحب ان هو يشوفه سعيد او مرتاح. فانا بحب ابويا وامي، فكنت اتمنى لهم سعاده، وحتى انا كنت مشجعه جدا لكل واحد فيهم انه يتجوز، غير اخويا مثلا. اخويا كان شويه عنده متضايق على مامتك طبعا. مامتي طبعا ما كانش انا بالعكس يعني كنت مشجعه جدا يعني. مش لما هم اتطلقوا بقوا احسن مع بعض ولا كان لسه في صراعات؟ بقى دايما يقول لي انا بحبك وانا فخور بيك، بقى يقول كده. انا حاسه ان هو مشي وانا ما كنت محتاجه اتكلم معاه في حاجات اكتر، كنت محتاجه وجوده. ايه في جزء من شخصيتك ما عندكيش ثقه في نفسك فيه؟ انت عارفه انت خليتيني افكر في حاجات انا ما فكرتش فيها قبل كده بالطريقه دي. انت لما بتبصي في المرايه تقولي انا فعلا جميله زي ما الناس بتشوفني؟ اللي هو اعدي قدام مرايه ابص كده ايه ده، طب ما انا حلوه اهو. هي الحياه دي كلها رحله يعني، مرحله وهتخلص. انت قبل كده لما سالوكي قالوا لك لو عايزه تسالي لدكتور نفساني سؤال، قلتي عايزه اساله ازاي اكون سعيده. لو تقدري تقولي دلوقتي انت سعيده من 1 ل10؟ مش عارفه